وبنكمل حكايتنا بعد ما يحيى اعترف لأميرة إنه بيحبها. وساعتها أميرة بتسأله ليه بيعترف بحبه ليها دلوقتي، فبيعرفها إنه مش قادر يخبي أكتر من كده. ولكن أميرة بتقوله إنها مش هتنفصل عن عمر دلوقتي غير بعد ما قضيته تخلص خالص. فبيرد عليها يحيى إنه اللي انتظر سنين ينتظر كام شهر تاني. وبعد ما بتوصل أميرة البيت، عمتها بتطلب منها تقعد علشان تجهز ليها أكل، وبتطلب منها تقعد على الكرسي القريب من عمر. وقتها بيسأل عمر عن الشغل، وبيعرفها قد إيه مشتاق للشغل تاني زي الأول. ولما بيمسك إيدها بتقوم مخضوضة، وبتقوم تدخل أميرة الأوضة، فبتلاقي ورد ومكتوب عليه بحبك من عمر. وتاني يوم بتوصل أميرة لهنا علشان تحكي لها عن يحيى لما اعترف بحبه ليها. وقتها هنا بتكون مصدومة جدا، وبتعرف أميرة إنه بعد طلقها من عمر تتجوز يحيى على طول. وبنروح للمحكمة وبنشوف طارق وهو بيحكي للقاضي إنه شاف نجاتي في الكمين وصوته كان عالي جدا. وقتها نجاتي بيسأل طارق إزاي شافه قدر يتعرف عليه والدنيا كانت ضلمة. فبيعرفوا طارق لما طلبوا منه يفتح شنطة العربية النور كان منور، علشان كده قدر طارق يتعرف عليه. وساعتها بيتعب نجاتي وبتكمل أميرة مع الشاهد. وفي المدرسة زينة بتقابل منة، وبتسألها زينة ليه ما بقتش تظهر لا في البيت ولا في المدرسة. فبتعرفها منة إنه التصوير بيكون واخد كل وقتها. وبتسأل زينة عن خالد، ولكن زينة بتعرفها إن تخليها في نفسها بس. بعدها منة بتقابل زياد علشان تعتذر له عن موضوع علا، وبتكون جايبه له هدية ساعة علشان تصالحه. وبيسألها عن الهدية التانية، فبتعرفه إن الهدية التانية مش ليه. وفي المحكمة أميرة بتشوف نجاتي وهو بياخد برشام. بعدها بيطلب من أميرة يوصلها المكتب، ولكن بتعرفه إنه ممكن يستناها بره لحد ما تخلص شوية أوراق وهتيجي معاه. وبعد ما بيمشي نجاتي بتاخد إزازة الدواء، ولكن مش بتلاقي عليها أي اسم. وفي البيت منة بتقابل عمر وبتديله هدية بمناسبة خروجه. وفي العربية نجاتي بيعرف أميرة إنه تعب النهاردة علشان نسي ياخد دواء الضغط. فبتعرفه أميرة إن قضية التعدي خلاص اتحلت، والمشكلة هتكون في قضية السواقة وهو تحت تأثير الكحول. فبيعرفها نجاتي إنه هيدفع لهم الغرامة. ساعتها أميرة بتقوله قانون العقوبات الجديد ممكن يتحبس بدل الغرامة. وبيسأل أميرة عن موضوع الشراكة مع يحيى ودريد، فبتعرفوا أميرة إنهم رحبوا جدا بفكرة الشراكة. ساعتها بيعرفها نجاتي إنه هينزل يجيب دواء الضغط من الصيدلية ويرجع. وقتها بنشوف أميرة وهي محتفظة بإزازة الدواء اللي رماها نجاتي. وفي المكتب أميرة بتطلب من ولاء تعرف لها إزازة الدواء بتاعت إيه. وبيوصل سيف للمكتب، وبنعرف من أميرة إنه جايب قضية ليحيى، لأن قضية عمر بتكون واخدة كل وقته. وساعتها بتسأله أميرة بما إنه سكرتير عمر وهو في منصب المحافظ إزاي اسمه ما جاش في القضية. فبيعرفها إن عمر مش مدان في أي حاجة، ولكن بيأمن نفسه. وبيعرف أميرة إن اسمه ما جاش في القضية علشان يقدر يساعد عمر. ولما بتسأله عن القضية بيعرفها إنه لما عزت هيشهد معاهم كل حاجة هتتغير. وبعد ما سيف بينزل بيكون عمر في انتظاره، وبيسأله عن أميرة. وقتها بنعرف إن القضايا اللي بيجيبها سيف ليحيى علشان يعرف يراقب أميرة في المكتب. بعدها بتوصل ولاء لأميرة بعد ما قدرت تجيب اسم الدواء، وبتعرفها إن الدواء بتاع خرف، وبيكون مش علاج لكن بيأخر أعراض الخرف والزهايمر مش أكتر. وبتعرفها ولاء إن اللي بياخد الدواء ده لو عمل تحليل كحول بتطلع نتيجة إيجابية. بعدها بتوصل أميرة لمكتب يحيى وبتسأل ليه سيف بيجيب القضايا بتاعته هنا مع إن علاقته كتير بمكاتب المحاماة. فبيعرفها يحيى إنه ممكن عمر طلب منه كده علشان يطمن عليك بشكل غير مباشر. وبيعرفها إنه ممكن يعتذر لسيف، ولكن بترفض أميرة ده. وبتعرفه إن لازم علاقتهم الفترة دي تكون في الشغل وبس. تاني يوم أميرة بتقابل أستاذ نجاتي، وبتعرفه إنها قدرت تعرف المرض اللي عنده بعد ما أخدت علبة الدواء. وقتها أستاذ نجاتي بيعرف أميرة إن المرض اللي عنده مجرد أعراض والعلاج بيأخرها. وساعتها أميرة بتعرفه إن بكده القضية خلاص خلصت بسبب الدواء اللي هو بياخده بيطلع نتيجة تحليل الكحول الإيجابي. ولكن بيرفض الأستاذ نجاتي، وبيعرفه إنه ممكن يموت ولا حد يعرف موضوع المرض اللي عنده. بيطلب منها تلاقي حل قانوني للقضية بعيد تماما عن موضوع مرضه. وفي المكتب بتوصل أروى صديقة دارين من دبي، ولما بتسألها دارين عن سبب نزولها لمصر بتقول لها أروى إنها بقت مديرة الإدارة القانونية في شركة دبي، والشركة طلبت منها تخلص ليهم أوراق علشان تفتح فرع في مصر. وفي المدرسة زياد بيقابل منة وبيكون مبسوط جدا من نجاحها في التمثيل، وبتسأله منة لو كان لسه زعلان، ولكن بيعرفها زياد لو كان زعلان ما كانش لبس الساعة اللي جابتها له. وبتسأله عن هنا لو كانت مخطوبة، فبيعرفها إن ممكن يسأل أمه ويرد عليها. في نفس الوقت نجاتي بيطلب من أميرة إنها تحتفظ بالسر، ولكن أميرة بيكون عندها شرط إنه مفيش شراكة ما بينه وما بين يحيى ودارين. وساعتها بيوافق نجاتي على إنه ما يتكلمش مع يحيى ودارين في موضوع الشراكة، مقابل إن أميرة تحتفظ بالسر المرض اللي عنده.
وبيعرفها كمان إنه قرر يفتح مكتب محاماة ليه لوحده. وساعتها أميرة بتطلب منه يعتزل ويقعد في البيت، ولكن نجاتي بيكون عنده يموت ولا يبعد عن القانون والمحاماة. وبيطلب من أميرة إنها تيجي تشتغل معاه وهيدفع لها أكتر من يحيى ودارين. أميرة بتعرفه إنها مرتاحة دلوقتي مع دارين ويحيى، ولكن نجاتي بيعرفها إنها تحتاج فلوس أكتر الأيام اللي جاية علشان حياتها تستقر. وبيعرفها كمان إنه كان في قعدة عشاء مع ناس كبيرة في البلد، ويعرف منهم إن عمر جوزها مقري فتحته خلاص، يعني مش هيطلع براءة من القضايا اللي عليه. وبيطلب منها تفكر في موضوع الشغل وترد عليه في المحكمة. وفي المكتب أروى بتسأل دارين عن موضوع يحيى، وقتها دارين بتعرفها إنها لسه بتحب يحيى، وبتطلب منها أروى تعترف ليحيى بحبها. ساعتها ممكن يحيى يقرب منها، ولكن دارين بتكون مترددة بعد ما يحيى يكلمها عن حبه لأميرة وإنه مش قادر ينساها لحد دلوقتي. ولكن أروى بتعرفها إنها هتخلص الأوراق بتاعة الشركة وبعدها تتكلم معاها في موضوع يحيى، وبتعرض عليها دارين تخلص لها كل الأوراق المطلوبة منها. وفي البيت زياد بيسأل أمه لو كانت هنا اتخطبت، وأميرة بتعرفه إن في حد، ولكن هنا لسه ما خدتش القرار. بعدها يحيى بيكلم أميرة وبيطلب منها تتحرك على مستشفى الواحد علشان في لاعب كرة وصل للمستشفى وحالته بتسوء هناك. في نفس الوقت بيوصل سيف وبيعرف عمر إن عزت الشاهد الوحيد في القضية مات. وقتها عمر بيسأل سيف عن سبب موت عزت، فبيعرفه إنه مات منتحر، ولكن بيكون متأكد إن حد قتله عشان ما يقدرش يطلع براءة. وساعتها زينب بتسأل أبوها عن عزت، وبتعرف منه إنه كان شاهد في القضية. وقتها زياد بيسأل أبوه لو كان في حد تاني ممكن يشهد في القضية، فبيطمنه سيف إنه هيلاقي حل علشان يخرج أبوه من القضية. وفي المستشفى بتوصل أميرة وبتكون ولاء في انتظارها، وبتعرفها إن لاعب الكرة اسمه شادي وكان حاسس بدوخة، وبعد ما وصل المستشفى كل شوية حالته بتسوء أكتر. ولما بيسألوا مدير المستشفى بيعرفهم إن شادي في العناية وحالته خطرة جدا، وبيعرفهم كمان إن الدكتور عماد هو اللي متابع حالة شادي من أول ما وصل. وبتطلب أميرة إنها تكلم الدكتور عماد بعد ما بيخرج من العناية. في نفس الوقت عمر بيعرف سيف إن النيابة هتحقق معاه، لأنه بيكون رن على عزت أكتر من مرة. وسيف بيعرفه إنه ساعتها هيقول للنيابة إنه رن عليه علشان عزت شاهد في القضية بتاعته، علشان كده كلمه. وبيعرف عمر كمان إنه عشان يقدر يثبت الرشوة اللي أخدها عزت، مادام عزت مات مش قدامه غير الوسيط اللي بره مصر أو نجيب. وبيفكروا عمر إنه كاتب شيك على نفسه ب3 مليون لنجيب علشان محدش يجيب سيرته في التحقيق. وقتها سيف بيطلب من عمر إنه ممكن عن طريق أميرة يوصلوا لزينب طريقة نجيب علشان تساعده في مساومة نجيب علشان يشهد معاهم في القضية. وفي المستشفى يحيى بيكلم أميرة علشان يعرف منهم وصلوا لإيه، ولكن في نفس الوقت بتوصل ولاء وبتعرف أميرة إن الإداري بتاع النادي عمل بلاغ في المستشفى بتدهور حالة شادي. وقتها بيوصل دكتور عماد، ولما بتسأله أميرة عن سبب تدهور حالة شادي بيعرفهم الدكتور عماد إنه لحد الآن ما عندوش أي تفسير طبي لتدهور الحالة بالشكل ده. وبتطلب ولاء من الدكتور شيت بكل الأدوية والجرعة اللي أخدها شادي من أول ما وصل المستشفى، ولكن بتوصل الممرضة وبتبلغ الدكتور عماد بتدهور حالة شادي. وقتها بيخرج الدكتور عماد وبيبلغ أم شادي بموت ابنها. وبعد ما بتوصل أميرة البيت بتسأل عمر لو كان قدر يوصل لحل مع سيف، فبيعرفها إنه ما قدرش يوصل لأي حاجة. ساعتها بتعرف أميرة إن الأستاذ نجاتي كان قاعد مع ناس مهمة في البلد وسمع منهم إنك مش هتاخد براءة. وقتها بتسأله أميرة عن اللي عمله عشان يأذوه للدرجة دي، ولكن عمر بيعرفها إنه مش قدامه غير إن نجيب يشهد قدام المحكمة برشوة عزت. ولما بتطلب منه أميرة يطلب نجيب للشهادة بيعرفها إنه أخد معلومات عن عزت من نجيب مقابل شيك ب3 مليون علشان اسم نجيب ما يجيش في القضية. ولما بتسأله أميرة لو كان معاه أي حاجة يقدر يجبر نجيب إنه يشهد، فبيعرفها إن ما عندوش أي حاجة يجبر بيها نجيب للشهادة، وبيطلب من أميرة تساعده. ولكن بترفض أميرة وبتعرفه من وقت طلاق مرات نجيب وهي ما تعرفش أي حاجة عنها، وساعتها بيترجاها تقف معاه. وأميرة بتعرفه إنها هتفكر في الموضوع وترد عليه. وفي المدرسة منى بتسأل زياد لو كان عارف موضوع هنا، فبيعرفها زياد إن الموضوع لسه في أوله. وقتها منى بتطلب من زياد إنهم يروحوا سينما وتعزم هنا واللي عايز يتقدم لها علشان تتعرف عليه. في نفس الوقت أميرة بتعرف يحيى ودارين إنه شادي في التشريح دلوقتي، وولاء هناك علشان تعرف تقرير السموم، وكمان يعرفها تحليل المعدة علشان يحددوا سبب الوفاة. وقتها بتسأل دارين عن قضية نجاتي، فبتعرفها أميرة إنه قضية السواقة تحت تأثير الكحول ثابتة عليه، بس حاول إنهم ينفوا قضية التعدي على ضابط الشرطة. ولما بتسأله دارين عن الحكم بتعرفها أميرة إنه ممكن يكون غرامة أو حبس مع إيقاف التنفيذ. وساعتها دارين بتعرف يحيى إن كده القضية مش هتأثر على موضوع الشراكة، لكن أميرة بتعرفهم إنهم لازم يستبعدوا موضوع الشراكة مع نجاتي، يسألوا عن السبب عشان يرفضوا الشراكة. ولكن أميرة بتعرفهم إنها مش هتقدر تقول عن السبب لأنه السر ما بينها وما بين نجاتي. وقتها بتتضايق دارين من كلام أميرة،
وفي البيت سيف بيعرف عمر إن عزت مات عن طريق إنه أخد جرعة دواء زيادة، وعمر بيقول لسيف عن اللي قالته أميرة لما كانت مع نجاتي، إنهم قرروا إن عمر ما يطلعش بره. في نفس الوقت خالد بيكلم زينة وبيطلب منها تساعده في اسم مصر الجديدة. وتاني يوم في المكتب أميرة بتسأل دارين لو كانت اتضايقت من موضوع نجاتي، ولكن دارين بتعرفها إنها مش متضايقة، ولكن اتضايقت بس من أسلوب أميرة. وساعتها دارين بتسأل أميرة عن موضوع يحيى، وأميرة بتكون مصدومة من كلام دارين وبتسألها موضوع إيه، فبتعرفها دارين إنها بحكم صداقتها مع يحيى من زمان هتكلم معاها إنه بيحبك. وقتها بتنفعل أميرة وبتعرف دارين إنها ست متجوزة ومفيش أي حاجة بينها وبين يحيى، وبتحاول تهديها دارين وبتتأسف ليها. بعدها بتوصل أروى وبتسأل دارين لو كانت دي أميرة. في نفس الوقت بتكون دارين عملت كده متعمدة علشان تخلق مشاكل في علاقة أميرة ويحيى. في نفس الوقت سيف بيعرف عمر إنه مش قدامهم أي حل غير نجيب، ولكن عمر بيفكر سيف بالشيك مع نجيب، وبيعرف سيف إن لو اسم نجيب جه في القضية هيقدم الشيك للنيابة، ولكن سيف بيعرفه إنه ممكن يطعن في الشيك وكمان أجبر على الشيك وهو في السجن. ساعتها عمر بيعرف سيف إن المشكلة الأكبر إنه إزاي يخلي نجيب بيجي يشهد في المحكمة، ولو شهد في المحكمة إزاي هيضمن إن نجيب يقول الحق في المحكمة. بعدها بتطلب زينة من سيف يساعدها في المشكلة بتاعت خالد. في نفس الوقت أروى بتكلم دارين عن موضوع يحيى، ولو كانت هتقعد ساكتة كده لحد ما تطلق أميرة من جوزها وتتجوز يحيى. ولكن بيوصل رامز ودارين بتعرف رامز بأروى وبتطلب منه يخلص كل الأوراق المطلوبة لشغل أروى علشان تفتح الفرع بتاع الشركة في مصر. بعدها بنشوف أميرة وهي متضايقة من كلام دارين، ولما بيدخل يحيى المكتب بيطمن عليها. ساعتها بتسأله أميرة عن الكلام اللي قاله لدارين. وقتها بتدخل عليهم ولاء وبتعرفهم إن السبب وفاة شادي وجود كمية كبيرة من دواء أوكسيكيدون اداهوله الدكتور بنفسه لما دخل المستشفى. وساعتها بيعرف يحيى إنه بكده الدكتور والمستشفى هيكونوا تحت المساءلة القانونية، وبيطلب إنهم يجتمعوا مع الدكتور ومدير المستشفى في أقرب وقت ممكن. في نفس الوقت منى بتوصل لبيت هنا، وهنا بتكون مصدومة من منى وبتسألها إزاي عرفت طريق البيت، فبتعرفها منى إنها أخدت اللوكيشن من زياد، وبتسألها عن الشخص المتقدم لها. ولما بتسألها هنا إزاي عرفت، بتعترف لها منى إنها عرفت من زياد. وقتها هنا بتسألها إزاي زياد عرف الموضوع، فبتقول لها منى إن أكيد عرف من مامته، وبتطلب من هنا إنها تعزم فادي علشان تتعرف عليه، وبتعرفها إن هي وزياد رايحين سينما بالليل ولازم يجي معاهم. في نفس الوقت عمر بيعرف زينة إنه خلاص صديقها خرج من الاسم، وقتها بتعرفه زينة إنه أخو صاحبتها مش أكتر. ولما بيطلب منها أبوها تحكي له كل حاجة عن خالد، فبتطلب منه زينة يخرجها بره وهي هتحكي له كل حاجة. في نفس التوقيت في المكتب الدكتور عماد بيعرفهم إن تحاليل شادي كلها غلط لأن في كمية أكسكيدون كبيرة جدا، وبيعرفهم الدكتور عماد إن وقتها ادى شادي جرعة بسيطة جدا، ولكن مدير المستشفى بيعرفهم إن صيدلية المستشفى هتقدر تأكد كلام الدكتور عماد، ولكن الدكتور عماد بيكون جاب الدواء من بره صيدلية المستشفى لأن الدواء ما كانش موجود وقتها في المستشفى. بعدها دارين بتطلب من مدير المستشفى إنهم يتكلموا لوحدهم، وساعتها دارين ويحيى بيعرفوا مدير المستشفى إن المستشفى مش هتكون مسؤولة عن القضية دي لأن دكتور عماد صرف الدواء من صيدلية خارج المستشفى. ولما بيسألهم لو كان دكتور عماد هيتحمل المسؤولية لوحده، وقتها يحيى بيعرفوا إنه قدام النيابة هيتحمل المسؤولية وليه الحق يختار لو كان يتحمل المسؤولية معاه أو من غيره. في نفس التوقيت منى بتكون مع زياد وهنا ومعاهم فادي بعد ما منى قدرت تقنع هنا إنها تعزمه. وقتها منى بتطلب رقم الواتس من فادي. وفي المكتب دارين ويحيى بيطلبوا من أميرة تبلغ دكتور عماد بإنه كده هيشيل المسؤولية لوحده بعد ما المستشفى قررت تتخلى عنه. بعدها يحيى بيطلب من دارين ما تتكلمش تاني مع أميرة في موضوع معاها. في نفس الوقت أميرة بتبلغ عماد بكل اللي حصل، وقتها بيطلب منها عماد إنها تقف معاه في القضية دي لأنها بتكون فرصة نجاته الوحيدة هي أميرة، وبتعرفوا إنها تبلغ أصحاب المكتب ولو موافقين ساعتها هتمسك القضية. بعدها بنشوف زينة مع باباها وهي بتحكي له كل حاجة عن منى وموضوع الفيديو بتاع خالد، وبتعرفوا إن منى قدرت تستغل زياد علشان تاخد دور في الفيلم مع هنا. وقتها بيسألها أبوها ليه اتأخرت كل ده وكان المفروض تحكي لأمها. ساعتها زينة بتعرف أبوها إن زياد طلب منها ما تتكلمش خالص وإلا عرف مامتها إنها بتكلم خالد. في نفس الوقت في البيت بنشوف سلوى وهي بتحط الورد الأميرة وبتكتب عليها اسم عمر، وبتكون بتعمل كده علشان تحاول تصلح العلاقة ما بين عمر وأميرة. بعدها بنشوف يحيى وأميرة وبيعتذر ليها عن اللي حصل من دارين، وبتسأله إزاي فضل ساكت 15 سنة ولما جات المكتب قرر يتكلم مع دارين. في نفس الوقت زياد بيوصل وبتعرفه منه إنها مش هتقدر تخليه يطلع معاه علشان خالتها، ولكن بعد ما بيمشي زياد بتتحرك تاني من قدام البيت لأنه مش بيكون بيتها. وبعد ما بتوصل أميرة البيت
بتشوف الورد وبتكون مفكرة إنه عمر هو اللي عمل كده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.